بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الفقرة الأولى كنا استخلصنا أن صنع المال يقع عن طريق une sorte de promesse وكاستجابة لطلب للقروض الاستهلاكية أو التي ترمي إلى بعث المشاريع الصناعية في تونس، في أي بلد. وهذه المشاريع يمكن أن تكون عقارية، صناعية، خدماتية إلى غير ذلك. غير أن ليس هناك ليس هناك حدا لصنع المال، والحد في الكمية يقع تحديده بحد أو بالكمية حسب الطلب. فالسؤال التالي هو: هذه الأموال التي يمكن تصنيعها هي بدون حدود، وطالما أن هناك طلب يقع الاستجابة له، أي يقع صنع المال المطلوب. غير أن النقطة الأولى في هذا التدخل هو عن كلفة هذه الأموال المصنعة. ففي الواقع صنع المال هو بدون ثمن، بلاش. فعندما يطلب البنك من البنك سنترال فتح اعتماد، فإنه في واقع الأمر لا يقدم أموالا، لا يقدم كلفة، وإنما يقدم طلبا ويقدم une promesse de remboursement de la dette. وهذا الوعد هو ثمن معنوي، هو استجابة معنوية وليست استجابة مادية. ويقع والبنك فيما بعد البنك يتحصل على الكمية المالية المطلوبة. إذن فالبنك في واقع الأمر يمكن أن نتخيل أنه يتحصل على الأموال المطلوبة للإقراض بدون مقابل، بلاش، بدون كلفة. ويمكن له أن يتحصل على الكميات المطلوبة، أي بدون سقف. كانوا عنده مينا متاع ذهب إليميتي، وكل ما يحتاج لإقراض الناس يأخذ الكمية المطلوبة ويعطيها بدون، وهو لا يدفع في الواقع ثمنها، وإنما فيما بعد سوف يقع المقترض سوف يرجع هذه الأموال. وهذا الواقع هو الذي سوف يمثل ثورة على المستوى الصنع المالي، وعلى مستوى إحداث السيولة في البلد، وعلى مستوى بحث المشاريع فيما بعد. لأنه إذا كان المال المقترض من طرف البنك هو بدون مقابل، وإذا كان البنك يمكنه له أن يتحصل على هذه الأموال بدون سقف إليميتي وبدون كلفة، إذن السؤال الموالي: لماذا البنك يكلف المقترض كلفة لهذه الأموال؟ إذن
لماذا البنك يربح؟ فما فائدة ربح البنك؟ البنك عندما يعطي المقرض كمية من المال فإنه يطالب بإرجاعها مع نسبة من الربح ديزنتري، وهذه النسبة في أغلب الحالات هي عالية وهي مكلفة، وهي ترجع بالربح وهي ترجع بالفائدة للبنك. غير أنه إذا كان البنك يمكن له التحصل على كل الكميات الممكنة أو التي يطلبها، وهو لا يحتاج إلى مال زائد لكي يدفع، ليست له كلفة، إذن فأين هو احتياج البنك للأرباح؟ لماذا البنك يتحصل على الربح؟ لماذا؟ ما هي الفائدة؟ أو ما هو المقصد؟ أو ما هي ما هو المقصد؟ وكيف يمكن أن يحتاج؟ لأنه إذا هو يتحصل على كميات illimitée، فهذه نسبة الربح المرتبطة بالليزانتري، فماذا ستزيده؟ فهو يتحصل مباشرة يعني بالبروماس من البنك سنترال اعتمادا، فهو له من الجهة اليسرى، يعني من جهة الاقتراض له إمكانيات غير محدودة للتحصل على الأموال. فإذا لماذا هو يكلف المقرض، يعني الزبون، كلفة زائدة عندما يرجع القروض؟ لماذا؟ ما هو محل الإعراب من هذا الربح؟ لماذا؟ فهذا سؤال مهم في البنك، يعني في الجهاز البنكي. فأنت لست لك احتياج، ليس لك حاجة لتدفيع يعني الزبون مالا زائدا. إذا لماذا تكلفه؟ لأن هذه الكلفة هي كلفة للزبون للمقرض، وهي كلفة للمجتمع، وهي كلفة تدخل في السلع يعني المصنعة، وهي تدخل في غلاء المعيشة إلى غير ذلك. فإذا كان البنك هو في غير حاجة لأموال زائدة، إذا كان البنك هو في غير هو ليست له حاجة، لأنه من اليسار له إمكانية أن يتحصل على كل الأموال المطلوبة، فإذا لماذا هو يدفع على اليمين؟ لماذا هو يدفع أموالا زائدة؟ فنحن نعتقد أنه ليس هناك أي حاجة لتدفيع المقرض نسبة ربوية أو نسبة معينة للربح، خاصة يعني بالربح المرتبط بمرور الزمن. فيمكن للبنك أن يشتغل كأدمنستراسيون، يعني كإدارة لها مجموعة، لها كلفة، فعند ذلك يمكن أن يكلف الحريف مقدار معين من التكلفة دي فري أدمنستراتيف. وحتى وفي هذا المجال يمكن أن يعتبر أن يعني المقرض يرجع القرض والبنك يصبح انترميديار، غير أن البنك ليست له فائدة، غير أن البنك له كلفة إدارية ويجب تغطيتها
وفي هذه الحالة يمكن أن يفهم أو يمكن أن نقبل بهذا السبب. غير أن البنك أيضا يمكن أن يشتغل هو نفسه كزبون، هو نفسه كباعث، ويمكن أن يتحصل على ربح على أساس أنه هو الباعث، وهو كشركة باعثة يمكن أن تكون لها يعني ربحا. وفي هذه الحالة هو سوف يقسم الربح مع الزبون، وسوف لن يكلفه تكلفة زائدة أو خطرا زائدا. إذن فهذا المال المصنع من طرف البنك أولا ليس له ثمن، فهو بلاش مثل الهواء أو مثل الماء. ثانيا ليس هناك أي مبرر للربح وإثقال كاهل الزبون المقترض. النقطة الثالثة: الحرفاء هم القارضون الطالبون، والحرفاء هم الذين سوف يوفون بوعد الإرجاع. فهناك بنك وهناك حريف، الحريف يتقدم ويقدم طلبا، ثم ما بعد عندما يتحصل بالوعد أو عندما يتحصل على القرض، يعني البنك يقدم أيضا نفس الطلب من طرف البنك سنترال ويتحصل على الوعد، بعد ذلك يجيب الحريف. فبطلب القرض وبوعد الإرجاع، هذوما يعني لي دو اكسيون، في معناها لي دو اكسيون يعني هم الحدثين. يعني في الأول يعني طلب على ورقة، وفي الثاني وفاء بوعد الإرجاع على ورقة. فإذا ليس هناك معاملة، بالنسبة للبنك ليس هناك معاملة مادية محسوسة، هناك وعد ووعد. غير أن الزبون هو الذي يقوم بهذه الحركة، الطلب وتوفية الوعد وتوفية والإرجاع. فالبنك هو مجرد انترميديار، وسيط. أما بالنسبة لدخل البنك فالنظام البنكي العادي هو لا ديفيرونس entre les deux taux d'intérêt، يعني les intérêts perçus les intérêts payés. غير أنه إذا فهمنا الآن أن وظيفة البنك هو الاستجابة لطلب الزبون في الاقتراض، ثم هذا البنك يمكن أن يتحصل على الكميات المطلوبة بدون ثمن، فإذا يطرح السؤال: لماذا دخل البنك؟ لماذا؟ يعني ليش باش يكون عنده دخل هو عن طريق لي زانتيري؟ بوركوا؟ لكن إذا كانت البنوك تتحصل أو تصنع على كميات المال المحتاجة بأي حدود بدون أي حدود، وإذا كانت هذه الأموال يمكن التحصل عليها بدون ثمن مقابل، لماذا هي تتحصل على دخل زائد؟ لأن هي يمكنها الغناء، يمكنها الإثراء أو التحصل على المال بدون حدود. فماذا سوف تزيدها هذه العوائد؟ لا شيء. وما هي وظيفتها؟ إذن هنا يمكن أن نطرح سؤال: